اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفترة الأخيرة في حياتي كنت بعافر جامد قوي وبموت نفسي عشان أعيش الحياة اللي أنا عايزها، عشان أظبط كل حاجة وعشان أصلح كل حاجة بمعنى أصح في الدنيا. وبعدين في الآخر اكتشفت إن مش صح إن أنت تعافر جامد قوي عشان تعيش دنيا، هي دنيا هي حاجة دون، وأنت بتعافر جامد قوي هي حاجة دنيا هي حاجة دون ما تسواش. اللي لمسني في الآخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. احنا في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في جنة الخلد، هو ده النعيم اللي بجد، هي دي الراحة اللي بجد. الدنيا دار شقاء، الجنة دار بقاء، ده الراحة دي اللي احنا محتاجين فعلا ان احنا نجاهد نفسنا عشانها، نشتغل عشانها، نصلي، نقرأ قرآن، نشتغل على نفسنا في الحتة دي اكتر. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كأنك هتموت بكرة، فلازم تشتغل، لازم تصلي، لازم تقرأ قرآن، لازم واعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. اعمل لدنياك بقدر الدنيا، الدنيا دون حقيرة. اشتغل على نفسك في الدنيا على قدر حقارتها.